السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله متابعي قناة المذاق اليمني الأصيل، ورجعنا بعد انقطاع في فيديو جديد، واللي بنحضر فيه كعك الدخن اليمني الهش والمقرمش بأسهل المكونات وأطيب وألذ طعم. لونه مميز وطعمه أحلى وأحلى. في البداية أتمنى تشتركوا في القناة وتضغطوا زر الإعجاب للفيديو، وكذلك تضغطوا زر الجرس ليصلكم الجديد من هذه القناة. في البداية عملت هنا 3 أكواب من دقيق الدخن المنخول، أضفت لهم كوب واحد فقط من الدقيق الأبيض وكوب من دقيق الهند اللي هو الذرة الصفراء أو الشامية حسب المتوفر معك. هنا عملت 3 ملاعق من السكر، ممكن تنقصي وممكن تزودي حسب ما تحبي حلاوة الكعك. هنا خلطت ملعقة صغيرة من السمسم وملعقة صغيرة من اليانسون أو الشمر وملعقة صغيرة من حبة البركة، هذه تعطي نكهة مميزة للكعك. ملعقة كذلك من الخميرة الفورية ونص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. بأضيف كمان ملعقة من الملح، وأخلط المكونات الجافة بهذا الشكل. بحتاج كذلك إلى حبتين من البيض، واحدة بضيفها كامل والثانية فقط بأخذ البياض، لأن الصفار بحتفظ فيه لتلميع وجه الكعك لنحصل على اللون الأحمر المميز لدهن سطح الكعك. الآن بضيف ملعقتين من حليب البودر، وهذه خطوة اختيارية. كمان بعمل نكهة من السمن البلدي ملعقة واحدة، وهذا السمن حضرناه على القناة، بحط لكم طريقة تحضيره في صندوق الوصف. سمن له رائحة مميزة جدا وكأنه بلدي. بحتفظ بصفار البيض إلى نهاية تحضير الوصفة علشان نلمع بالوجه. أضفت هنا كوب إلا ربع من السمن العادي، استخدمت سمنة القمرية. بخلط هذه المقادير مع بعض علشان تشرب الدقيق النكهات السابقة بالكامل. بعد ذلك بضيف حوالي كوب من الزبادي، إذا ما فيش معك زبادي ممكن تعملي حليب أو ممكن تعملي لبن اللي هو الحقين، كوب كامل، وبعجن فيه. إذا تماسكت العجينة معك في هذا الوقت ممكن، إذا ما تماسكت تضيفي فقط أقل من ربع الكوب من الماء، علشان أول ما تتماسك ويختفي الدقيق نتوقف عن العجن، لأن الكعك وأي أنواع الكعك ما نعجنهاش ولا بتصبح رطبة زي المعجنات، احنا نشتيها مقرمشة، لذلك ما نعجنهاش كثير. لاحظوا كيف بدأت تتماسك، خلاص الآن اتوقف عن العجن واتركها حتى تخمر. الآن بكورها بهذا الشكل واغطيها بالبلاستيك. اتركها تخمر، واخذت مني تقريبا ساعة حتى اختمرت كويس. بتركها في مكان دافي. الآن بعد ما اختمرت العجينة بجهز خليط التلميع. معي هنا صفار البيض، معي نص ملعقة صغيرة من النسكافيه، ورشة خفيفة من حليب الشاي المركز، بخلطهم مع بعض واضيف 3 قطرات فقط من الخل. بذوب النسكافيه بين هذه المقادير واخلطه كويس واحطه على جنب. لما اخلص بقطعهم إلى كرات متساوية بهذا الحجم، وقطعهم ضروري قطعهم بالقطاعة علشان يكونوا بنفس الحجم. طبعا أنا ما توفرتش معي قطاعة، ولكني قطعته بعلبة من علب الجبن الكرافت. وهذه الثانية ممكن تشكلي بأي شكل متوفر عندك، شكل القلب أو النجمة أو الدائري اللي تحبي. لازم تكون سميكة نوعا ما، بهذا الشكل يكون سمكة، لأنها لو كانت رقيقة مرة بتكون تتكسر عليك، لكن بهذا الشكل تكون لذيذة ومشبعة. خلصت تقريبا هنا كل الكمية، والآن ببدأ أدهن السطح بخليط البيض. لازم في هذه المرحلة أكون سريعة علشان ما ينشف الخليط على سطح الكعك. بعد ذلك أتركه سادة أو ممكن أشكله بهذا الشكل. أنا حبيت أخطط لكم خطوط طولية وخط واحد عرضي، يعطي شكل حلو للكعك. أنت ممكن تشكلوا اللي تحبوا وتخلوه سادة. بعدين ممكن أسوي سمسم أو أعمل حبة سوداء اللي يعجبكم. أنا استخدمت هنا حبة البركة اللي هي الحبة السوداء، رشيتها على كل حبة الكعك، بعدين أثبتها بهذا الشكل.
وأدخلها إلى فرن مسبق التسخين، وعلى الهادي أحمرها من الأسفل ثم أحمر الوجه، وهذا هو شكلها النهائي. طبعا المقادير السابقة أعطتني تقريبا 30 حبة كعك. ما شاء الله تبارك الله، ريحتها تملأ المكان وطعمها مميز، وهذا شكلها من الأمام والخلف. تنفع للفطور أو حتى للعصرية تنفع، مقرمشة وممتازة جدا جدا. هذا شكلها من الداخل. إذا حطيتيها بمكان بارد مغطاة في حافظة ممكن تقعد معك أكثر من أسبوعين، يعني من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وإذا حطيتيها في الثلاجة بتجلس أكثر. وهنا قدمناها على الفطور، كانت ممتازة جدا. بس وهذا كان فيديو اليوم، أتمنى يكون نال رضاكم واستحسانكم، وأتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله، وفي أمان الله.